يسعد أوقاتكم أصدقائي، يعطيكم ألف عافية. رح نعمل مع بعض اليوم وصفة كتير طيبة. رح نعمل كب كيك بالقلاية الهوائية بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات إن شاء الله تكون متوفرة في كل بيت. رح يطلع معك ناجح 100%. مثل ما شايفين رح يطلع قوامه إسفنجي وطعمته جدا جدا رائعة. أصدقائي، إذا كنتوا بتشوفوني أو بتتابعوني لأول مرة على هذه القناة، بتمنى أنه تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. خليكم معي أصدقائي، خلينا نشوف المكونات وطريقة عمل هذه الوصفة الرائعة. في البداية أنا عندي هنا خليط الكيك اللي هو عبارة عن 4 حبات من البيض، ملعقتين من الفانيلا، كوب ونص من السكر، 3/4 كوب من الزيت النباتي. بخلطهم مع بعض بشكل كتير منيح، وبس يصير عندي الخليط لونه أبيض أو أصفر فاتح جدا، هنا راح أضيف عندي كوب من الحليب السائل. طبعا ما توفر عندك الحليب السائل، فيك تستخدمي كوب من المي وتحطي عليه 3 ملاعق من الحليب البودرة. هلا راح أرجع أخلط المكونات كلها مع بعضها لحد ما أنها تتجانس بشكل كتير منيح، وبعد هيك ببتدي أضيف عندي المواد الجافة. أنا عندي المواد الجافة، عندي 2.5 كوب من الطحين. طبعا الطحين لازم تنخلوه مرتين. أضفت عليهم ملعقتين من النشا. طبعا النشا بنستخدمه حتى انه يقفل عنا المسامات ويعطيني قوام جدا رائع للكيك. عندي ملعقتين من البيكنج باودر، خلطتهم بشكل كتير منيح، وهيك صار جاهز عندي خليط الكيك. انا اخذت نصف الكمية من خليط الكيك، اضفت له ملعقتين من الكاكاو او بودرة الكاكاو لحتى اخذ طعم الشوكولاتة. هلا انا عندي هون راح اختار برنامج الكيك. طبعا انا عندي هون بينخبز مدة من 10 ل 15 دقيقة على درجة حرارة 180. بس انا هون راح استخدمها مثل ما بستخدم الفرن. بحب اني اسخنها 5 دقايق قبل ما احط الكيك، وهاي ضرورية جدا لحتى انه الكيك عندك ما يهفت. لازم تكون درجة الحرارة عالية. هلا راح اتركها تسخن شوي، وبهذا الوقت أنا راح أنزل عندي خليط الكيك بقوالب الكب كيك اللي موجودة عندي. طبعا أنا استخدمت عندي هنا مثل ما شفتوا كيك الفانيلا وكيكة الشوكولاتة. وهلا راح أنزلهم عندي بالوعاء الخاص بالقلاية الهوائية أو الإير فراير. طبعا أنا عندي هنا بتتسع بس ل4 حبات من الكب كيك. راح أدخلهم وراح أتركهم لمدة 15 دقيقة. طبعا أنا جربتهم مدة 15 دقيقة ولمدة 10 دقائق. لمدة 10 دقائق بضلوا الكيك عندك لسه مش مستوي كتير من جوا، فلازم إنه نترككم طبعا حسب البرنامج الموجود عندكم. أنا البرنامج الموجود عندي من 10 ل 15 دقيقة، تركتهم 15 دقيقة. هلا راح أختبرهم عندي هنا بالسكين أو بالعود الخشبي. هلا طلعت عندي ناشفة، معناته هيك إنه الكيك استوى وصار جاهز عنا. طبعا طريقته جدا سهلة وطعمته كانت جدا رائعة. مثل ما شفتوا الكب كيك بصير عنا بوقت قصير جدا. هلا هنا راح افتح حبة معاكم وراح تشوفوا قوام الكب كيك من جوا. طبعا ملعقة النشا مثل ما حكيت لكم نستخدمها، بتساعدني على قفل مسامات الكيك، وبتعطيكي قوام اسفنجي جدا جدا رائع. مثل ما شايفين قوام الكيكة جدا رائع. المسامات بتكون عندي مسكرة وقوامها اسفنجي. طبعا ما بتتخيلوا قديش طعمتها كانت كثير طيبة. الريحة كانت عندي جدا جدا رائعة. وهلا راح نشوف مع بعضنا كيكة الشوكولاتة. طبعا طعمتها كانت كثير طيبة، من الوصفات اللي كتير حلوة كتير طيبة وسهلة. مثل ما شفتوا سهل جدا انه نعملها في القلاية الهوائية. بتمنى انه تكونوا استفدتوا من تجربتي في القلاية الهوائية. وبهيك اصدقائي بكون كملت معاكم الفيديو. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بهذا الفيديو. لا تنسونا اصدقائي من اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. بترككم بأمان الله.